السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة دي تسريبة خفيفة من كورس الحجامة، لكن حبيت أشاركها معاكم لأن فيها حاجة مميزة شوية. بداية يا جماعة، الحجامة مش مجرد أسلوب علاج بسيط، بالعكس الحجامة أسلوب قوي جدا وأساسي لازم يكون فيه في كل بيت واحد بيعرف يعمل جلسة حجامة منزلية. تخيلوا إن في كل بيت ناس عندها مشاكل في العظام، مشاكل في الرقبة، مشاكل في الركبة. يكفي قوي يا جماعة إن وارد إن ممكن حد يحصل له جلطة فجائية. الحجامة انقاذ حياه. في الجلسه دي صديقي امجد كان جاي بيشتكي من حاجتين تعبينه جدا. اول حاجه الام في اسفل الظهر، اشتغلنا على نقاط علميه اساسيه لاسفل الظهر كانت مفيده ليه جدا، لكن كانت شكوته الاساسيه انه بيشتكي شكوى غريبه جدا، بيقول انه عنده حبوب كتيره قوي بتخرج من دماغه. انتوا عارفين يا جماعه الحبوب دي اساسا بتكون ملوثات الجسم بيتخلص منها. دايما الجسم لما يكون فيه ملوثات او فيه سموم عايز يتخلص منها بيطلعها في صوره اسهال، بلغم، ترجيع. وبرده الحبوب بتدل على سميات موجوده في الجسم، على خلايا غير مضبوطه مضايقه الجسم، بيحاول الجسم ينظفها ويتخلص منها باي صوره. مفيش علاج قوي مباشر يقدر يعمل زي الحجامه بتعمل. عمر الدهانات الموضعيه ما هتعمل المنظر ده، عمر العلاجات ما هتشتغل بشكل مباشر وتخرج الملوثات من الدماغ بالشكل ده. الحجامة رائعة، فقال عنها صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة، وقال: دواء أمتي في الحجامة. وخلوا بالكم الحبوب اللي خرجت دي مش مجرد حبوب عادية، دي حبوب زي أعراض التنظيف. دم الحجامة طبعا اللي بيخرج يا جماعة مش يعني ملوش علاقة بالدم الطبيعي، ده بيبقى كله عبارة عن مواد التهابية وملوثات وخلايا هارمة، خلايا مشوهة، خلايا كبيرة في السن، لأن عمر كرات الدم الحمراء عمرها 4 شهور. كل 120 يوم جسمك بينتج دم جديد، ففي خلايا قديمه تبقى راكنه، الجسم كفاءته مش عاليه انه يتخلص بالشكل الكافي منها. كورس الحجامه فيه حاجات مميزه جدا جدا جدا. يعني انا شايف ان كل حد ضروري انه لازم يتعلم الحجامه اساسيه، تبقى خطوه اساسيه عنده يعملها. اللي حابب يشترك في كورس الحجامه يا جماعه، في لينك جروب الواتس في صندوق الوصف، اشتركوا عليه، وبعد كده هنكمل مع بعض ونقول لكم باقي التفاصيل. شكرا لكل شيء على الاخر، اتمنى لكم حياه سعيده، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم، بحبكم جدا جدا جدا.